اهلا بيكم. ما بحبش النقاش في اي موضوع مش مبني على ثوابت ولا معلومات ولا 1+1=2، وارائي بحب احتفظ بيها لنفسي لابعد الحدود، لان من الاخر كل الاراء بتكون سليمه وصحيحه 100%. من الاخر الكبير يمرض ولا يموت. النادي الاهلي بعد 3 هزائم متتاليه الاهلي بيفوز على اسوان في عقر داره بثلاثيه نظيفه بصناعه حسين الشحات. في الدقيقة 33 ضربة رأس الكهرباء، الدقيقة 40 أحمد عبد القادر، 46 بعد لمسة سحرية من الشحات هدف عالمي لمجدي قفشة. ثلاثية ولا أروع، 3 تجوال أحلى من بعض، 3 تجوال وتصدي كمان لركلة جزاء في 15 دقيقة. النادي الأهلي سبحان الله دول أكلونا النجيلة في أسوان يا جدعان. 3 تجوال في شوط واحد والشناوي بيصد ضربة جزاء. عموما الانطباع الأول بيفرق في علاقة أي لاعب بجمهور ناديه. أي لاعب، أحمد القندوسي ومروان عطية بداية مبشرة، وصفقتين هيفرقوا مع الأهلي كتير الفترة الجاية وبالذات أفريقيا. المواساة شيء رخم للغاية، وأشد أنواع المواساة على الإطلاق هو سرد قصة شبيهة لمأساة المذكور وأشد قسوة كمان. أنا بتكلم عن اللي كان فاكر إن الأهلي ممكن يتغلب من أسوان ويتنيل بنيلة زينا. عموما سؤال حلقة النهاردة، لو في الدنيا مقياس ما عادل وبيوزع كل شيء بالتساوي، هل تختفي مصطلحات زي الحقد والكره والغيرة والحسد؟ أنا عن نفسي ما أعتقدش على الإطلاق. المصطلحات دي بتمثل صفات مخلوقة وموجودة، لا تنتمي أو تشترط وجود ظلم بأي مفهوم نسبي على الإطلاق. من الآخر فريق كبير، فريق عظيم زي حقدنا وغيرتنا من النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.